الجيل بتاعه ربيع ياسين. قالوا بيرفع اوفرات، حطها حلوه بدماغه وحط ايده فيها نيك جوين، تعدي فوق وينفردي ويجيب الجول. ربيع ياسين في الدقيقه 40. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شرف لنا ان احنا النهارده نكون متواجدين في مدينه شربين في ملعب مرفأ مياه شربين. النهارده يوم مش عادي، يعني وجود الانتاج الحربي تحت قياده الكابتن ربيع ياسين المشرف عام مدير قطاع الناشئين، دي حاجه، وده اول حدث يحصل في محافظه الدقهليه بنزول نادي بقيمه الانتاج الحربي وبقيمه الكابتن ربيع ياسين، وان شاء الله يبقى يوم موفق باذن الله. والله المتقدمين حاليا العدد يعني هنقول تجاوز ال 800، وده شيء طيب. وقت امتحانات ده فيما معناه ان الناس فعلا مهتميه بالكوره وبينقي اللاعب الموهبه فقط لا غير. وجود حضرتك النهارده في مدينه شربين مهرجان واللي شفناه الاستقبال من اهالي لا طبعا سعيد جدا جدا ومبسوط، وبليت شرف ان انا هنا مع اهلي واحبابي واحفادي طبعا في شربين، جايين هنا عشان بنيه ان احنا ان شاء الله لعبه كويسه باذن الله تعالى تبقى للانديه وبعدين للمنتخبات. فانا سعيد جدا وبتشرف ان انا موجود في وسطيكم النهارده، وجايين عشان نبذل اقصى ما عندنا ونشتغل بما يرضي الله، لعل وعسى ان شاء الله نسافر بمجموعه كبيره جدا تبقى اضافه للانديه. الاقاليم مليانه بالمهاره ومليانه بكل حاجه كويسه، فانا جاي بدات بشربين ويا رب يوفق النهارده ونلاقي لعيبه ان شاء الله، وانا متاكد ان اللاعب كويسه باذن الله هناخدها معانا ان شاء الله. نجم مصر 180 مباراه مع المنتخب القومي وثلاث مرات احسن لاعب في مصر، ومحبوب لدى كل جمهور الكره وعشاق الكره في مصر. الزملكاويه النهارده سعادتك في رساله بتقدمها النهارده لمصر مش للكره فقط، من خلال تواجدك النهارده في مرفأ مياه شربين، من خلال الاختبارات دي سعادتك، الرساله دي بتقول ايه؟ بص، لازم الناس اللي بتحب الوطن تخلص لله ثم للوطن. لعل وعسى زي ما قلت لك احنا بنحاول نعمل اضافات. انا من وجهه نظري ان الانديه الكبيره لازم تنزل الاقاليم، لازم تنزل المحافظات. احسن لعيبه جت في تاريخ مصر من المحافظات والاقاليم، دي حقيقه. في نفس الوقت الاولاد الصغيرين لما يلاقوا اللي يرعوهم ويدربوهم ويلاقوا الامكانيات اكيد ان هم هيبقوا نجوم كبار. فالولد لما يلاقي ملعب يلعب عليه، لما يلاقي ملعب مستوي، لما يلاقي جزمه كويسه، لما يلاقي واحد بيرعاه ويصرف عليه ويتبناه ويمرنه، لما يلاقي مدرب كويس، فهو ده الرساله ان انا جاي النهارده ان شاء الله اشوف احفادي واشوف اولادي النهارده
ويا رب عشان نديهم. احنا عندنا نادي الانتاج الحربي بامر الله تعالى بيرعى اللعيبه، وفي نفس الوقت لما يكون لعيب كويس يمثل النادي احسن تمثيل، وبعد كده يبقى في المنتخبات عشان الانتصارات وعشان البطولات. فهو ده اللي جايين بنيته، ويا رب يوفقنا ان شاء الله ونكون بحسن الظن وناخد ونلاقي باذن الله تعالى. وانا متاكد بنسبه 100% ان نلاقي مواهب ان شاء الله كتير هناخدها معانا. ربيع ياسين بياخدها ربيع وبيمشي جامده، هو الجول. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. نطمن اولياء الامور بقى بالنسبه للاختبارات يا فندم، تتم على مستوى وجود الكابتن ربيع ياسين واسم الكابتن ربيع ياسين. بص انا جايب لجنه معايا من المدربين وقلت لهم يعني الاختيار، اسس الاختيار ان في ولد موهوب وفي ولد لازم تصبر عليه يجي منه، وفي ولد لازم تصنعه. مش جايين عشان ناخد نجوم، لا احنا الطبيعي جدا العين لها دور في الاختيار، الخبرات لها دور في الاختيار، الفنيات لها دور في الاختيار، الفكر له دور في الاختيار، المهاره له دور في الاختيار. فانا فهمت مدربين وكله منظم الحمد لله، وهنشوف بما يرضي الله، وبعد كده هنجمع الاسامي وناخدها معانا مصر ان شاء الله عشان ينتشروا ويبدعوا ويتالقوا ونشوفهم باذن الله تعالى، ونحاول نوصلهم لاحسن ما يكون عشان ناخد الثواب والاجر. اهم شيء الثواب والاجر بتاع الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما نكون النهارده يعني بنساعد اولاد عشان يبقوا نجوم، ما في ميزان حسناتنا هيدعوا لنا وهيحبونا. فده النهارده مشوار النهارده لله ثم للوطن، وربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله تعالى. اشكرك يا كابتن. اشكرك يا حبيبي. مرحبا بيك. اهلا بيك يا حبيبي، شكرا جزيلا.